فرعون وما أدراك ما فرعون ذكر في القرآن باسمه أكثر من 40 مرة، وفي كل هذه المواطن يذكر فيها عتوه وظلمه وتكبره وإسرافه وإفساده في الأرض وإجرامه. ذكر تفاصيل كثيرة عن الطغيان والظلم والعتو والاستكبار والتمرد والعناد الذي كان صفة له. بلغ به الطغيان أن قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وأن قال لهم: أنا ربكم الأعلى، وأن قال: وما رب العالمين، إلى غير ذلك من كلمات الكفر والطغيان والإلحاد والتمرد والاستخفاف بقومه. يرى آيات الله العظيمة الدالة على تفرده ووحدانيته سبحانه وتعالى، فلا يزداد إلا عتوا، مع أنه في قرارة نفسه يعلم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. موسى عليه السلام قال له كما في أواخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. يعني في قرارة نفسك تعلم، لكن من شدة الطغيان والعتو والتكبر يجحد ذلك ويدعي تلك الدعاوى الفجة الخطيرة، مستكبرا على الحق متعاليا عليه، جاحدا ربوبية الله، جاحدا استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، مستخفا بعقول قومه الذين أطاعوه في هذا الاستخفاف، فكان بهذه الطاعة هلاكهم معه. لما أراد الله عز وجل هلاك هذا الطاغية أهلكه هلاكا عجيبا فيه عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين، حيث إن الله عز وجل أذن لنبيه وصفيه وكليمه موسى عليه السلام أن يسري بعباده ليلا، وأخبره أنه متبع وأن فرعون سيتبعه وسيلحقه. فخرج موسى عليه السلام إلى جهة البحر الأحمر، وعلم فرعون بخروج موسى ومن معه، فأمر أن يحشر له الناس وأن يجمع له أتباعه من المدائن ومن الأماكن المتفرقة. فلما اجتمعوا وحشدت الحشود واجتمعت الجنود، انطلق بجنوده وعتاده في أثر موسى ومن معه. لما بلغ موسى البحر وتراءى الجمعان، جمع موسى القليل الذي لا عتاد معه ولا سلاح، وجمع فرعون الكبير أو الكثير مع العتاد الكثير والسلاح وكثرة العدد. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، العدو وصل والبحر أمامنا، إن خضنا البحر غرقنا
والعدو خلفنا، إن وقفنا أدركنا، إنا لمدركون، فأين المفر؟ البحر أمامنا والعدو وصل خلفنا. قال موسى عليه السلام كلمة عظيمة فيها الإيمان والتوكل والثقة بالله عز وجل والإيمان بعظيم موعوده. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. فهذا توكل عظيم وثقة بالله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه ولو كاده من في السماوات ومن في الأرض، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اقترب موسى عليه السلام من البحر، وثقته بالله عظيمة وتوكله على الله عظيم، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر. أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، فضربه بعصاه فانفلق البحر عن 12 طريقا، وصارت أرض البحر أرضا يبسا في نفس اللحظة التي ضرب فيها البحر، لا وحل فيها ولا زلق. وصار أيضا الماء السيال واقفا بين هذه الطرق وقوف الجبال، وهذه آية باهرة. فمضى موسى عليه السلام ومن معه في هذه الطرق، وعن يمينه وعن شماله الماء واقف وقوف الجبال، والأرض تحتهم يبس. فمضى ومن معه حتى تكامل عليه السلام وقومه خارجين من البحر من جهة الأخرى، فتبعه فرعون مع هذه الدروب والطرق التي في البحر، حتى تكامل فرعون ومن معه من جنود وعتاد، تكاملوا في هذه الطرق، لم يبق منهم ولا واحد في الخارج. وتكامل موسى ومن معه خروجا، فأمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان، فهلك هو ومن معه هلاك نفس واحدة. هلك بما كان يفخر به، كان يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله عز وجل غرقا بالماء ومن معه. فهذه آية عظيمة عجيبة حصلت في هذا اليوم، اليوم 10 من شهر الله المحرم. أدرك موسى عليه السلام عظيم النعمة وجزيل المنة وكبير العطية، فصامه عليه السلام شكرا لله.